هو اشمعنى سورة الفاتحة بالذات اللي ثابتة ومن قواعد الصلاة؟ هل هي مميزة أو فيها رسالة لينا عشان نقراها في اليوم 17 مرة يوميا؟ بصراحة لما ركزت في تفاصيل السورة وتفسيرها لقيتها شاملة لكل حاجة. هي اختصار لكل حاجة مريحة وشافية، شاملة كل الدعوات الكافية بمنتهى البلاغة. بعد البسملة بتبتدي على طول بالحمد. ربنا ربط صلاتك وبالتالي ربط حياتك بكلمة الحمد. الحمد لله، عشان مهما تكون مخنوق ومهما تتصور إن عندك هموم ومهما الشيطان يعمل لك، تلاقي نفسك رغم كل ده بتحمد ربنا. بتحمده 17 مرة على الأقل كل يوم. في كل ركعة بتبدأ بالحمد اللي بيفكرك قد إيه عندك نعم تستاهل الحمد. الحمد لله رب العالمين. ما قالش الحمد لله وسكت. التكملة برب العالمين، تكملة مهمة تفكرك بحقيقة إنك قدام رب الكون الوحيد اللي قادر يزيح همومك ويزيد رزقك ويحللك كل مشاكلك. الرحمن الرحيم، بعد ما حمدته بتطمن نفسك برحمته، إنك قدام الرحمن اللي رحمته شاملة كل مؤمن وكافر. والرحيم رحمته بالمؤمنين ملهاش مثيل. اتعشم فيه براحتك لأنه أرحم بيك من أهلك، أرحم بيك من نفسك. مالك يوم الدين، والمالك لفظ عام وشامل لكل شيء، فأنت لازم تعرف وتفتكر وتقدر إنك بتكلم مالك الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد والدنيا والآخرة والغيب والملائكة. كل شيء، كل شيء بمعنى ما تحمله الكلمة. وفي الآخر ربنا خصص لك كام دعوة هو عارف حقيقة احتياجنا ليهم في كل ثانية، فخلانا نطلب منه في كل ركعة العون والهداية والقرب من نعيمه والبعد عن غضبه. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة هي اللي رسولنا قال عليها ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع مثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي مقسومة بين العبد وربه كالتالي: لما تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيقول حمدني عبدي. ولما تقول الرحمن الرحيم، ربنا بيقول أثنى علي عبدي. لما تقول مالك يوم الدين، ربنا بيقول مجدني عبدي. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا بيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني نص الآية الكريم ده ليك، والنص التاني فهو لربك. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربنا بيقول ولعبدي ما سأل. والآيتين دول واللي قبلهم دخلنا في الجزء الخاص بيك، وهي كل مرة هتلاقي ربنا بيقول لك ما سألت. طلبت العون هيعينك، طلبت الهداية هيهديك، طلبت الصراط المستقيم هيوجهك ويقويك. الدنيا كلها ما تسواش لحظة في مناجاة ربنا. سورة الفاتحة هي أروع مناجاة. بس كده، كان معاكم مصطفى ديشة، واستنوني في فيديو جديد.